السلام عليكم. أي إنسان مهما بلغ من الخلق والطيبة والتسامح يملك طاقة محدودة من الصبر والتحمل. قد يسعدك لفترة طويلة تسامحه وتغافله عن الكثير من الأمور، والتي بكل تأكيد تكون بسبب أنه ما زال يحمل تجاهك الكثير من المحبة والود. ولكن إن تماديت في الضغط عليه وتحميله ما لا يطيق، تأكد واحذر أنك ستبحث يوما ما عنه وستجده أيضا ببشاشته وطيب خلقه، إلا أنه يتحاشاك بأدب، وهذا سيكون رده على كل ما حملته إياه. هذا هو رد الطيبين الذين يتحملون أكثر من العادي ويصبرون لأقصى درجة من أجل المحبة والعشرة والذكريات الطيبة. تأكد أن كل إنسان مهما بلغت طيبته وطيب أصله ومعدنه، في مرحلة ما سيبتعد عن أي شخص يشعر أنه يستغل طيبته واهتمامه ورغبته الدائمة في مساعدة من حوله. للأسف بعض الناس يطلبون المساعدة من شخص طيب، أو يبادر هو بفعل شيء من أجلهم بحكم طيبته، ويعجبهم ذلك فيستمر في طلب ذلك مرات ومرات ومرات، ومع الوقت تتكون لديهم عادة الاعتماد على هؤلاء الطيبين، ويقول هو طيب لن يقول لا. بل وبعضهم يشعر مع الوقت أنه صار من حقه على هذا الشخص أن يقوم بمساعدته، ويغضب ويتهموه بالتقصير في حقهم إذا لم يساعدهم في أمر ما، أو توقف عن فعل شيء اعتاد أن يقوم به من أجلهم متطوعا. وأنا أقول لهؤلاء أن الطيبة ليست ضعفا، بل هي منتهى القوة. الطيبة لا تعني الغباء. الشخص صاحب القلب الطيب الذي يبادر دائما بتقديم كل ما يستطيع فعله لراحة وإسعاد ومساعدة من حوله لا ينتظر من وراء ذلك شكر أو تكريم، ولكنه لا ينتظر أيضا استغلاله وتحميله بما لا يطيق، وتحويل الطيبة إلى واجب وحق من الحقوق. الشخص الطيب هو شخص يمتلك قلب كبير يشعر بكل من حوله، ويصعب عليه كسر خاطر أي شخص يحتاج إليه. لذلك فهو يتأذى بصورة أكبر عندما يشعر بالاستغلال من الشخص الذي كان يعامله بكل طيب وصدق وحسن نية. هو شخص يعلم جيدا أنه لا يعيبه أن يكون طيبا، بل العيب في من لا يقدر هذه الطيبة ويستغلها، فتجده يبتعد عن كل من لم يقدر طيبته ويتجاهله بكل أدب وهدوء. العلاقات الطيبة بين الناس ترتكز على الأخذ والعطاء، وإذا كنت ممن يطلب ويأخذ فقط معتمدا على طيبة من حوله فانتبه، فأنت بذلك وكأنك تدفع هؤلاء الطيبون بكل قوة للابتعاد عنك دون أن تدري. احتفظوا بالطيبين في حياتكم، والله يحفظكم ويحفظ غيركم.